اهلا وسهلا بكم. جايب لكم النهارده الافلام اللي اتكلمت عن حرب اكتوبر من سنه 1972 لغايه 2019. يلا بينا نشوف الافلام، وتحيه كبيره للجيش المصري. اللايك الحلو بتاعك، الشير، الاشتراك في القناه. يلا بينا نبدا الفيديو. اول فيلم معانا فيلم اغنيه على الممر. كان محمود مرسي، صلاح قابيل، مديحه كامل، محمود ياسين، صلاح السعدني. إخراج علي عبد الخالق. فيلم بدور سنة 1974. نجلاء فتحي، محمود ياسين، مجدي وهبة، هدى سلطان، محمد رضا، توفيق الدقن، هالة فاخر. إنتاج ماري كويني. إخراج نادر جلال. فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي. محمود ياسين، حسين فهمي، مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين. إخراج حسام الدين مصطفى. قصة إحسان عبد القدوس. فيلم الوفاء العظيم سنة 1974. نجلاء فتحي، محمود ياسين، كمال الشناوي، سمير صبري. إخراج حلمي رفلة. فيلم أبناء الصمت، ومجموعة كبيرة من الممثلين المصريين، فيهم أحمد زكي، سيد زيان، محمد صبحي، حمدي، نور الشريف. محمود مرسي، ميرفت أمين. فيلم العمر لحظة. ماجدة، أحمد مظهر، نبيل عبيد، ناهد شريف، أحمد زكي، محمد خيري، حاتم ذو الفقار. إخراج محمد راضي. كان سنة 1978. فيلم العمر لحظة والفنانة ماجدة، وعن حرب أكتوبر. فيلم حتى آخر العمر 1978. محمود عبد العزيز، عمر خورشيد. فيلم إعدام ميت. محمود عبد العزيز، فريد شوقي، ليلى علوي، يحيى الفخراني، بوسي، إبراهيم الشامي. إخراج علي عبد الخالق. كان سنة 1985. فيلم إعدام ميت. فيلم جيوش الشمس سنة 1973. كان يعتبر فيلم تسجيلي. فيلم الطريق إلى إيلات 1993. عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين. ومدلين طبر، وعبد الله محمود، محمد سعد، وكوكبة من الممثلين المصريين. فيلم حائط البطولات
1998. محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، خالد النبوي، أحمد بدير، غسان مطر. إخراج محمد راضي. فيلم أيام السادات سنة 2001، والممثل العبقري أحمد زكي ومنى زكي وميرفت أمين وكوكبة من الممثلين المصريين. أيام السادات سنة 2001. فيلم يوم الكرامة، ومجموعة كبيرة من الممثلين المصريين: أحمد عز، خالد أبو النجا، محمد رياض، ياسر جلال. إخراج علي عبد الخالق. فيلم أبابيل، الفيلم التسجيلي أبابيل سنة 2014. أسد سيناء سنة 2016، ويتكلم عن قصة سنة 1973. فيلم الممر، أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، ومجموعة كبيرة من الممثلين المصريين. يا رب دايما النصر لمصر، وبتمنى منكم لايك للفيديو ويكون عجبكم، واتمنى منكم اشترك في القناة عشان انزل لكم كل افلام اللي انتوا عايزينها. اشوفكم على خير، سلام.